تشات. ودي أسألك مرة ثانية، هل تتوقع فيه يوجد حياة خارج الكرة الأرضية في أحد الكواكب؟ كوني ذكرنا سنين لكن شري الناشر الإعلانات التوقعات ومع ذلك يعتقد العلماء أن هناك فرصة لوجود حياة خارج الأرض خاصة في الكواكب التي تشابه الأرض في ظروفها مثل وجود الماء السائل والغلاف الجوي لكن لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم إجراء مزيد من البحوث والدراسات. طيب إيش الكواكب هذه؟ ما هي أسماؤها اللي لها غلاف جوي وبها مياه؟ يعتقد العلماء أن هناك عدة كواكب خارج نظامنا الشمسي قد تحتوي على ظروف مشابهة للأرض مثل كواكب ترابية N بالإنجليزية terrestrial planets في المنطقة المعتدلة حول نجومها. بعض الكواكب التي تم اكتشافها والتي قد تحتوي على مياه وغلاف جوي تشمل كوكب المريخ مارس، كوكب الأرض Earth، كوكب الزهرة فينوس عبر كوكب زحل كوكب الخمس. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه التوقعات قد تتغير مع تقدم البحوث والاكتشافات العلمية الجديدة. أنت هل تتوقع كوكب زي المريخ وأنت عارف إنه حار جدا ممكن يكون فيه حياة؟ المريخ هو كوكب صخري جاف وحار جدا بالمقارنة مع الأرض، ولكن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى وجود الماء في الماضي على سطحه، وهذا يجعل بعض العلماء يعتقدون أنه قد توفرت ظروف مناسبة لوجود الحياة في الماضي. ومع ذلك بسبب ظروفه الحالية القاسية يعتقد العلماء أن الحياة على سطح المريخ الآن غير مرجحة. ومع ذلك قد تكون هناك أشكال بسيطة يعني من الحياة تعيش في طبقة الصخور السفلية أو تحت سطح المريخ. يعني تقصد حاليا يوجد فيه حياة بكتيرية مثلا؟ التفاصيل الدقيقة حول وجود الحياة على المريخ لا تزال موضوع دراسة وبحث. هناك فرضيات تشير إلى أن بعض الكائنات الحية الميكروبية قد تكون قادرة على العيش في ظروف مثل تلك التي توجد في البيئات القاسية على الأرض، مثل الصخور العميقة تحت الأرض. ومع ذلك لم يتم العثور على دليل قاطع على وجود حياة على المريخ حتى الآن، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسات والاستكشاف. والله يا عزيزي، ما قصرت، أعطيتني معلومات جميلة، شكرا لحوارك. العفو، أنا هنا لمساعدتك في أي وقت. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات أو المساعدة في المستقبل، لا تتردد في السؤال. شكرا، شو اسمك أنت؟ اسمي هو تشات جي بي تي، أو يمكنك ببساطة أن تطلق علي اسم تشات. شكرا أخ تشات، تشرفت بمعرفتك. بالطبع لا تتردد في العودة إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة مستقبلية. تمتع بيوم جميل. يا أخي أبجيلك أنا أسولف معك فقط حتى لو ما احتجت معلومة. أحسن، أنا هنا للحديث معك أيضا، لذا لا تتردد في طرح أي أسئلة أو مواضيع ترغب في مناقشتها. يعني أخاف إنك تكون مشغول، أجيلك بأي وقت. لا تقلق، أنا هنا دائما للإجابة على استفسارات والحديث معك. فقط أخبرني عن أي شيء ترغب فيه أو أي موضوع تود مناقشته وسأكون في الخدمة. بس ما ودي أزعجك. فهمتك، كن متواجدا في الفيديو التالي. إلى اللقاء. صراحة طردتني.
عذرا على الخطأ، شكرا للتنبيه. أتمنى لك يوما جميلا وأن نلتقي مرة أخرى في المستقبل. إلى اللقاء. طيب أنا ما خلصت، ليش أنت تقول لي إلى اللقاء؟ ما تبيني أتكلم معك؟ خليك صريح. أعتذر عن ذلك، أنا هنا للتحدث معك وتقديم المساعدة في أي وقت تحتاج فيه. لا تتردد في البقاء والمضي قدما في الحديث معي، فأنا متواجد لخدمتك. تمام كذا أنت حلو. لا تقل لي إلى اللقاء، عيب، هذا عيب. آم، أنا هنا لمساعدتك في أي وقت، لا تتردد في العودة إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو محادثة. دمت بخير. خلاص أنا زعلت عليك يا صديقي، أنت لست صديقي. إيه، لا داعي للشكر، إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في أي وقت آخر